ازيكم، اخباركم ايه؟ تعالوا نبدأ كلامنا بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا في زمن التكنولوجيا مسيطرة فيه على كل حاجة. الموبايل بقى صاحبنا اللي مش بيفارقنا، واللاب بقى شغلنا ودنيتنا، والسوشيال ميديا بقت الكافيه اللي بنقعد فيه طول اليوم. بس في النص كده في حاجات ضاعت، حاجات ملهاش بديل. تفتكري زمان لما كنا نقعد في البيت ونرغي بالساعات؟ كنا بنضحك من قلبنا، كل كلمة بتتقال كان ليها طعم وحرارة. دلوقتي قاعدين على ترابيزة واحدة وكل واحد ماسك موبايله بيمسح بإيده على الشاشة بدل ما يمد إيده يسلم أو يطبطب. ايه اللي حصل؟ بقى عندنا لايك بدل انا فخور بيكي، وبقى في قلب احمر بدل حضن يدفي، وبقى في ريتويت وشير بدل انا سامعاكي وفاهمه وجنبك. يعني باختصار التكنولوجيا ممكن تكون قربت المسافات البعيده، بس عملت مسافه اكبر بين القلوب القريبه. كتير من الامهات بنفس الموقف، تكون قاعده على السفره مثلا محضره الاكل وفرحانه ان ولادها حواليها، واول ما يقعدوا كل واحد يفتح موبايله، واحد يتابع تيك توك، والتاني يصور الاكل علشان ينزلها ستوري، والتالت مركز في جروب صحابه. فتلاقي الام بتاكل معاهم جسديا لكن قلبها حاسس انها لوحدها. هو ده بقى اللي اسمه وحدة وسط الزحمة. حتى الحب بقى كله على السوشيال، بدل ما يقولها وحشتيني بصوته يبعت لها ايموجي. واللي يوجع بقى اكتر ان الخناقات نفسها بقت على الواتساب وعلى الفيس. تلاقي شات طويل مليان لوم وزعل، في حين ان جلسة نص ساعة وش الوش كان ممكن تحل كل حاجة. خليني اقولك، التكنولوجيا مش شر مطلق، هي اللي بتخليكي تكلمي اختك في الغربة وتشوفي وشها بالفيديو، وهي اللي بتخلي الاب يطمن على اولاده وهو في شغله، وهي اللي بتدي فرص لشغل وتعليم ومعرفة ما كانش موجودة زمان. لكن العيب في الاستخدام، احنا اللي سيبناها تتحكم في وقتنا ومشاعرنا بدل ما احنا نتحكم فيها. يعني بدل ما نفتح الموبايل ربع ساعة بقينا ننسى نفسنا بالساعات، بدل ما نستخدمها علشان نقرب بقينا نستخبى جواها ونهرب من المواجهة. الحل اننا نحدد اوقات من غير موبايلات، زي وقت الاكل او قبل النوم، نرجع عادة الكلام الحلو المباشر، كلمة من القلب وش الوش. نخلي السوشيال ميديا وسيلة مش بديل، يعني نصور اللحظة بس ما ننساش نعيشها. واهم حاجة ندي اللي حوالينا اهتمام حقيقي مش افتراضي. لو عملنا كده التكنولوجيا هتفضل هي اللي خادمة لينا، مش احنا اللي هنبقى عبيد ليها. يا رب تكون رسالتي وصلت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.